من النهارده عملت شيء ثاني اول ماتش في الدوريات فتره الاخيره تقييمك لتشكيله الاهلي في الماتش. تقييمي يعني انتوا سمعتوه قبل كده، يمكن انا كنت قبل كده يعني قبل ما ابقى موجود النهارده كنت ببقى موجود في استوديوهات تحليليه قبل كده، واتكلمت على موضوع شريف اكرامي، اتكلمت على ثقتي في شريف اكرامي، اتكلمت على ثقتي في كل الحراس اللي موجودين، وقلت يعني كرة القدم ما فيهاش ثوابت، واستحاله فرقه هتكسب كل الماتشات باداء مرضي، او تكسب كل الماتشات، او ما بنشوفش كده في العالم كله يعني، او واحد ما يغلطش. عندك يعني كل اللعيبه اللي موجوده استحاله في لعيب ما يغلطش طول ما هو بيلعب، وبالذات اللعيب اللي بيلعب كتير يعني. في نفس الوقت شريف اكرامي في اوقات كتير جدا كان هو احد وسائل تحقيق يعني انجازات للنادي الاهلي. النادي الاهلي فاز كتير بشريف اكرامي، وهو انقذ يعني مرماه، وفي مواقف كتيره جدا لو نتذكرها يعني شريف كان انقذ مرماه وغير النتيجه في مباريات كتيره جدا. فانا بثق في كل الحراس الموجودين، والمنافسه شديده جدا بين الحراس الاربعه الموجودين عندي يعني، وان شاء الله يبقى كل واحد جدير ان هو يلعب، ودي متوقفه عليهم ومتوقفه على المنافسه يعني. فانا بثق في شريف ثقه يعني جامده جدا يعني.